السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هعمل النهاردة عيش توفير. انا مسميه كده عيش التوفير، وكمان مش بيوفر لي وبس، لا ده بيخليني استخدم العيش اللي انا الناشف الباقي عندي، بدل ما ارميه حرام استخدمه تاني واعيد تدويره تاني. انا جبت دلوقتي كيلو دقيق، خدت منه 3 كوبايات وحطيت عليه معلقة خميرة كبيرة ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة سكر ومعلقة ملح، وهقلبه مع بعضهم كده. وبعد كده هعجنه بميه مش بلبن، بميه بس. احنا كمان ده اللبن غالي، مش محتاجين كمان نحط لبن على العيش، يعني اللبن غالي والعيش غالي فحرام يعني. فانا استخدمت ميه وبس. وطبعا زي ما انتوا عارفين الدقيق على الميه بتاعته على حسب الدقيق اللي انت جايباه. يعني انا الدقيق عندي 3 كوبايات دقيق خدوا معايا كوبايه ميه زي دي كده. فدول بالظبط زي ما انتوا شايفين، هي دولت بس، مش هزود ميه تاني. وطبعا بقعد اقلب فيه، ولا احط زيت ولا احط زبده ولا اي حاجه. هي الملح والخميره ومعلقه سكر ومعلقه ملح وميه بس، مفيش اكتر من كده. وهعجنه، والثلاث كوبايات دولت هيعملوا معايا عيش، كميه عيش يعني 12 رغيف. 3 كوبايات هيعملوا معايا 12 رغيف. وعجنته وعجنته كده. وبعد كده طبعا ال 12 رغيف دولت مش زي ال 12 رغيف بتوع بره، يعني دول كبار. يعني 12 رغيف بتوع بره الرغيف صغير وهتلاقيه ب2 جنيه، فده العيش ده كبير وفي نفس الوقت معمول بطريقة بيتي ونضيف وصحي، ومعمول حاجة كده يعني على المزاج. هنا هي العجينة بعد ما خمرت، شايفين خميرة؟ بص، خمرت واترفعت ازاي من غير ولا بقى لبن ولا زيت ولا اي حاجة، اهي بالشكل ده. وعجينة ناشفة ما بتلزقش معايا. انا ما شايفين اهي ما لزقتش في ايدي خالص. رشيت حبة دقيق صغيرين عشان ما يلزقش العجين، ما يلزقش في الترابيزة، علشان هسيبهم لما يخمروا. بعد ما اقرصهم كده هغطيهم بتاع ربع ساعة واسيبهم يخمروا. هنا ده بقى بصوا، دي المفاجأة. ده العيش الناشف اللي عندي ده، نشفته وضربته في الكبة وحطيت عليه معلقة كركم ومعلقة بيكنج سوري، معلقة توم باودر وبصل باودر، ورشة ملح صغيرة، وعجنت بيه العيش. يعني مش محتاجة ان انتي تجيبي دقيق تعجني بيه العيش، طبعا احنا بنعجن العيش بالدقيق عشان ما يلزقش مننا، لكن ده عجنته بالعيش الناشف القديم. ووفرت كوباية الدقيق اللي انا سبتها في اول الفيديو خالص، دي وفرتها. اعملي بقى بيها سمك، اعملي بيها بانيه، اعملي بيها اي حاجة تانية تستخدميها. يبقى انت كده وفرتي الدقيق ووفرتي اللبن، واستخدمتي العيش الناشف بتاعك اللي انت بدل ما كنت هترميه استخدمتيه كأنه ردة. وفي نفس الوقت حطيتي فيه حاجات تدي للعيش نكهة وطعم حلو جدا، ولون طبعا. يعني انتوا هتشوفوا العيش دلوقتي يعني لونه مش اللون الابيض اللي احنا بنجيبه ده، لا، لونه لون الكهرمان، مش لونه ابيض خالص، لونه لون الكهرمان. طبعا كلنا عارفين اللون الكهرمان ايه. فشايفين شكله ده، غير بقى طعمه، بقى النكهة بتاعت التوم والبصل، التوم باودر والبصل البودر مخلينه طعمه جامد جدا، حلو قوي بجد. دي طريقة كده يعني. قلت بدل ما ارمي العيش الناشف اللي عندي قلت اعملها. شايفين كمية العيش اللي طلع من الثلاث كوبايات؟ وادينا هو رحت اخبزه في الفرن اهو. هتشوف تاني دلوقتي. آه هتشوفوه قابب. بص شايفين ده قاب اهو لسه، والتاني اللي جوه هيقب تاني. وشايفين شكله لون الكهرمان اللي بقول لكم عليه، او شايفين اهو. ومش وحلو جدا وصحي و... وطري في نفس الوقت، ما هوش ناشف وقابب. هفتح لكم دلوقتي واحد رغيف من العيش هتشوفوه. شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا يعني طراوة وشكله تحفة، وفي نفس الوقت حاجة جديدة وموفرة جدا. يا رب يعجبكم، ويا ريت لايكاتكم وكومنتاتكم وارائكم،
ولو عملتوا الطريقة يا ريت تقولوا لي طلعت معاكم ايه. ولو في اي حاجة انتوا عايزين تسألوا عليها اسألوني، انا تحت امركم. آه، من مطبخ نهلة بتقول لكم بالهنا والشفا، وباي باي.